السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. تعالوا نشوف يا أصحابي النهاردة قصة عم محروس. عم محروس كان أشهر واحد بيبيع بطيخ، وكان الناس كلها بتقف عليه طوابير كده، لأنه كان بيعمل حاجة مش كل الناس بتعملها. لما كان أي زبون بيشتري بطيخة كان يمسك السكينة ويقسمها نصين. لو البطيخة طلعت حمرا بيقول له حلال عليك، جيب 10 جنيه بقى. ولو طلعت قرعة أو بيضة يا أصحابي كان يقول له خدها هدية مني واستناني، أما اختار لك واحدة تانية عدلة أحسن منها. الصبي اللي كان شغال معايا أصحابي قال له يا عم محروس أنت كده تخسر، ما تسيب اللي يلبس يلبس واللي يخسر يخسر، سواء البطيخة حمرا ولا قرعة وإحنا مالنا. عم محروس ضحك على كلام الصبي وقال له إحنا دلوقتي بنبيع بطيخ وبنكسب لكن بنبيع سمعة 20 سنة قدام. بعد 5 سنين يا أصحابي عم محروس فتح 3 محلات وبقى اسمه عم محروس الثقة، وكل بتوع البطيخ قفلوا. وفي يوم مطرة يا أصحابي جاله طفل صغير ب5 جنيه، قال له ممكن يا عم تجيب لي بطيخة ب5 جنيه دي عشان أنا مامتي تعبانة. عم محروس الطيب يا أصحابي مسك أكبر بطيخة وفتحها ولقاها حمرة وجميلة وسكرة وزي العسل، ولفها للولد في الكيس وقال له خلي ال5 جنيه دي معاك دلوقتي، ولما ربنا يفرجها يبقى تعالى جيبها لي. الولد ده كبر يا أصحابي وبقى دكتور، وفتح عيادة كبيرة وسماها الثقة، عيادة الثقة، وحط صورة عم محروس في المدخل بتاعها. هنا نتعلم يا أصحابي إن النصب بيأكلنا يوم واحد بس، لكن الثقة والأمانة بتأكلنا العمر كله. الزبون اللي انت بتنصب عليه مرة ده خلاص ما عادش راجع لك تاني ولا هيحبك وهيحاول يشوف غيرك، لكن لو كان عندك ثقة الزبون ده هيجيب 100 غيره. والشاطر يا أصحابي هو اللي بيكسب بدماغه، إنما النصاب ده بيكسب على قفا غيره. عاوزاكوا يا أصحابي تكونوا انتوا أخلاقكم زي عم محروس لكن مش زي الصبي أبدا، ونعرف إن القرش الحلال أو الفلوس الحلال أحسن وأبرك 1000 مرة من أي حاجة حرام، حتى لو الحلال أقل من الحرام بكتير. وما ننساش يا أصحابي إن كان من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم اللي معروفة عنه كويس قوي هي الصدق والأمانة. وتوتة توتة خلصت الحدوتة، حلوة ولا ملتوتة؟ يلا يا أصحابي تصبحوا على خير.